وبكده نكون قدرنا نحل اي سؤال في العضويه من خلال البي دي اف اللي انا بعته لك ده. بس يا عم كده قبل امتحان العربي الحمد لله قدرنا نراجع على الفيزياء والكيمياء والانجليزي، ويعتبر كل المواد من اول وجديد، ودي كده هي المراجعه الثانيه. وكده الحمد لله تكون انت ضامن ان انت تقفل الماده بعد ما ضمنت اكبر الفروع زي العضويه والحديثه والدي ان اي والار ان اي والتكاثر وكل الفروع الكبيره دي. السلام عليكم، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ المفروض دلوقتي ان انت خلاص على مشارف الامتحانات وكلكم يعتبر خلص المراجعه الاولى، والفتره دي هي فعلا فتره مراجعه ثانيه. واصلا ايه المراجعه الثانيه وبتكون ازاي؟ وهل بتكون مثلا زي المراجعه الاولانيه انت بتقعد تقرا كل كلمه في المنهج ولا لا؟ وفي وقت ليها في الاربع ايام دول ولا لا؟ انت خلاص مثلا كلها ايام وتمتحن المواد غير المضافه، ولو واقع منك اصلا اجزاء مثلا زي العضويه والحديثه او اجزاء في الانجليزي، في وقت ان انت تجيبها قبل ما تمتحن المواد المضافه ولا ما فيش وقت؟ بص، هو كده كده لازم يكون اصلا في مراجعه ثانيه. معظمنا بجد كان بيراجع مراجعه ثانيه قبل الامتحانات علشان يكون متذكر مثلا الماده، لان انت في مواد هتمتحنها بعد شهر، فبالتالي انت ممكن تكون نسيتها، فانت بتحاول تراجعها دلوقتي عشان لما يجي الوقت بتاع الامتحان بتاعها تكون انت ايه فاكرها. وانا الحمد لله بجد كنت براجع المراجعه الثانيه بالطريقه دي، وكانت بتفرق معايا جدا في ان انا الم اكبر كم في وقت قليل جدا، والله لك الحمد بجد كانت بتخليني احل معظم الاسئله. فكمل معايا الفيديو كده هقول لك بالظبط كل ماده تلمها في الكام يوم دول ازاي، سواء مثلا الكيمياء والفيزياء والانجليزي، وكمان تظبط كل حاجه فيهم ازاي، وهقول لك على بي دي افات ومصادر تراجع منها، مش هتقعد تقرا كل كلمه في الكتاب. الحاجات دي هتلم لك المنهج كامل وخليك كمان تعرف تحل اسئله انت ما كنتش متخيل انت تعرف تحلها. وبعيدا ان شاء الله عن الخطط الخزعبليه، الخطه دي هتنفعك سواء انت كنت مراكم او منك اجزاء، او حتى لو انت كنت الحمد لله كنت مخلص المنهج وانت ظابط فيه وعاوز تراجع مراجعه جزئيه كده ايه، ولكن انت حاسس ان مفيش وقت. بص، النهارده يوم 10 و11 و12 و13 ان شاء الله الاربع ايام دول هقول لك على خطه فيهم تراجع كل المواد اللي انا قلت لك عليها دي، وبجد ان شاء الله هتظبط بعدها. الاهم بقى دلوقتي انت ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس علشان الفيديو يوصل لاصحابك، وكمان ان شاء الله عشان انزل لك خطه للعربي وللمواد غير المضافه داخل الامتحان ان شاء الله، وانت ضامن درجتهم ومقفلهم ان شاء الله. خطه ايه اللي هنراجع بقى المنهج كامل في اربع ايام يا دكتور؟ عيب يا دكتور، عيب يا دكتور، احترم عقولنا وسننا يا دكتور. انت بتتكلم ليه؟ اقعد انت بس كده راجع كل كلمه في المنهج، وفي الاخر بعد ما تخلص اقعد تقول لي انا مش عارف احل. طبعا بدل ما تقعد تقطم فيا كده يا عم، ما تقول لي على خطه امشي بيها، بدل ما انا ايه بقعد افضل اذاكر في كل كلمه في المنهج وفي الاخر ما بعرفش احل. انت عاوز تعرف تحل بقى في الماده وتظبط الدنيا، بتسمع الكلام وتمشي على الخطه دي وتمشي بالطريقه بتاع المراجعه اللي انا اقول لك عليها، مش تقعد تقرا كل كلمه في المنهج كده وما تفوتش كلمه وفي الاخر ايه تقعد تقول انا مش عارف احل يا دكتور. بصوا يا شباب، المفروض دلوقتي ان انت زي ما قلت معاك اربع ايام، الاربع ايام دول احنا هنستغلهم في ايه؟ اول حاجه انا هقول لك التيار العربي والتيار الاحياء. هل دول كده مش هيكونوا معانا في الخطه؟ لا، هيكونوا معانا في الخطه. وانا ان شاء الله زي ما قلت حاطط لك من يوم 15 ليوم 22 خطه للعربي. بجد السبع ايام دول كافيين، مش ان انت تخلص العربي، كافيين بجد لو انت مراكم نص العربي ان انت تخلصه. فان شاء الله ان شاء الله كده العربي ليه فيديو لوحده بالتفصيل وكده كده زي ما قلت لك قبله بتاع يجي اسبوع او 6 ايام، فيعني انت تظبط فيها الدنيا كلها. فانت اشترك في القناه وفعل زر الجرس، وان شاء الله كده كده الفيديو هينزل لك لحد عندك وتظبط العربي. فاحنا هنركن العربي شويه. زيك نفس الموضوع برضو الاحياء قبلها اسبوع. الاسبوع ده والله العظيم انا عارف ان هو يعني انت شايف ان هو ربما ما يكونش كتير، ولكن هو كتير بطريقه لا توصف. انا السنه اللي فاتت لما مشيت على الخطه دي في الاحياء والله يمكن كنت خلصت الاحياء في يومين بس، معايا 5 ايام انا ضغط انا بجد ما كنتش عارف اعمل فيهم ايه. فانت ال5 ايام دول انا خليك تحل بدل الشامل يجي 20 30 كمان وهظبط لك الدنيا. فاحنا معلش عذرا كده هنأجل بس العربي والاحياء شويه، العربي بعد يومين والاحياء الايام بتاعتها. احنا هنتكلم عن الفيزياء والكيمياء والانجليزي. بص يا باشا، احنا ان شاء الله هتراجع الكيمياء في يوم ونص، والفيزياء في يوم ونص، والانجليزي في يوم. هتعملهم ازاي وازاي هتراجع منهج كبير جدا زي الفيزياء والكيمياء في يوم ونص؟ ببساطه احنا مش هنقرا كل كلمه في المنهج، وانا مش عاوزك تعمل كده في المراجعه الثانيه. مفيش حد في الدنيا بيراجع المراجعه الثانيه بان هو يقعد يقرا كل كلمه، وانت بتراجع المراجعه الثانيه لازم تراجع بذكاء شويه، وهو ده اللي انا عايزك تشتغل عليه الفتره دي. طيب برضه تراجع بذكاء ازاي؟ انا هقول لك كل فصل كده على السريع تراجعه ازاي، من ناحيه ان انت اصلا تراجع الفصل يمكن في ساعتين ولا حاجه، فتيجي انت في اخر اليوم تلاقي نفسك رجعت يمكن 5 6 فصول ولا حاجه، وفي لك مثلا فصلين ثلاثه تاني يوم انت جيت اصلا جايبه خلاص وبدات في الماده اللي بعدها. بص بقى، النهارده ان شاء الله ونص بكره هيكون لي الكيمياء، وهي كالتالي بقى. انت هتمسك كل باب، هتبدا بالباب الاول؟ لا طبعا هنبدا ان شاء الله بالعضويه. ليه؟ لان انا بقول لك راجع بذكاء، فالمراجعه بذكاء تخليك تبدا بالحاجات الكبيره وانت عندك عقده فيها. هنبدا ان شاء الله بالباب الخامس، بعد كده الباب الرابع، دول اكتر حاجات عليهم يعتبر درجات. طب العضويه هتراجعها بقى تقعد تقرا كل كلمه وكل الكلام ده؟ لا. بص يا عم، مش هنضيع وقتنا في الفيديوهات، انا عايزك تعتمد على نفسك كده جامد. هبعت لك ان شاء الله بي دي اف ان ما حللكش 99% من الاسئله في العضويه يبقى تعالى قول لي. وطبعا انا مش بقول لك ان انت تعتمد على البي دي اف 100%، لا طبعا انا عاوزك اي سؤال تعتمد على البي دي اف، ولكن بعد ما تلاقي اجابته في البي دي اف ده ان شاء الله ايه تيجي انت تيجي حافظ الاجابه وتيجي انت يبقى انت كده استفدت معلومه جديده، هتلاقي نفسك معلومه ورا الثانيه ورا الثالثه، بجد يعتبر انت شبه كده قفلت العضويه.
طيب هتراجعها ازاي؟ هيكون من حاجتين، انا هبعت لك البي دي اف بتاع المخططات بتاعي، انت ما تفتحش اي حاجه غيره، وان شاء الله كده انت ايه هتبدا مثلا بالمخطط بتاع الالكان، حفظته صم كده، وبجد والله انا كاتبه بشكل جامد يسهل عليك الدنيا كلها. فانت تبدا مثلا خلصت المخطط بتاع الالكان، بعد كده خلصت المخطط بتاع الالكين، بعد كده مش عارف البنزين، المهم انت كده خلصت كل المخططات، خلصتهم يا عم والحمد لله حفظتهم تمام كده. تيجي بعدها نخش بقى على البي دي اف اللي انا بكلمك عليه. البي دي اف ده بجد يعتبر فيه كل حاجه، الاستخدامات بتاع الالكان والالقاين والبنزين والكحول، في مثلا درجات الحراره بتاع كل واحد فيهم، كل الحاجات دي في هيئه مقارنات. وبجد والله كل اسئلته العضويه بتعتمد على الكلام ده في اخر السنه. الطريقه دي كده هتنفعك، لان دي حاجه اسمها طريقه المراجعه العرضيه مش الطوليه. العرضيه يعني انت بتجيب كل كده الدروس وتراجعهم جنب بعضهم في مقارنات، فده بيخليك كده انت لميتهم كلهم، عرفت الفرق بين ده وبين ده. وزي ما قلت هي دي الاسئله بجد اللي بتجيلك في الامتحان. الحمد لله ضمننا كده الباب الخامس اللي هو كده معاك تلت الامتحان، في زي ما قلت ما كملناش كام ساعه. نخش بعدها على الباب الرابع اللي هو اهم حاجه برضه. الباب الرابع فيه مشكله فيه الا وهي البطاريات، انا عارف ان انت مش فاهمها، وكمان المسائل. لا سيبك للمسائل دلوقتي، المسائل بتاع الباب الرابع ومسائل الباب الثالث ومسائل الباب الثاني خدهم دلوقتي واركنهم كلهم على جنب، هقول لك حل ليهم كلهم مره واحده. فاضل لنا كده البطاريات وشويه كلام نظري. الكلام النظري ده هيخليك تعمل حاجه كويسه جدا سواء في الباب الثالث او الرابع. هتعمل ايه بقى؟ بص يا عم، هطلب منك كده تقرا الكتاب سريع، تقرا الكتاب سريع، واي معلومه توقفك تحس ان انت والله ايه مثلا الصفحه دي كده ايه المهم فيها، تيجي كاتب والله شويه الكلام ده، تلاقي نفسك الصفحه مثلا 20 30 سطر ولا حاجه، انت طلعت باربع خمس سطور بس، هم دول اللي انت حاسس ان انت تتسال فيهم. فهتيجي بجد والله تلاقي نفسك خلصت كده، لميت كل الكلام النظري بتاع الباب الرابع والباب الثالث. وزي ما قلت لك والبطاريات برضو انا هبعت لك ايه ملخص ليهم. الباب الثاني والباب الاول ما تفتحش الكتاب فيهم، اسمع مني ما تفتحش الكتاب فيهم، هبعت لك ملخص للكاتيونات والانيونات والرواسب وكل الكلام ده، ما تذاكرش غير منه. الباب الثاني يمكن مشروح مثلا في 50 صفحه، انا كنت شارحه لنفسي في 4 5 صفحات، والله لك الحمد بجد ما كانش ناقصني فيه من ناحيه الرواسب او من ناحيه اللي بيزوم وما بيزومش وكل الكلام ده. والباب الاول برضه يعتبر مقارنه بين العناصر الانتقاليه، اقراهم سريعا كده وكده كده هم معاك في كتاب المفاهيم. ومن ناحيه برضه ايه المعادلات كلها انا عاملها لك في مخطط وش ورقه واحده بس، وش وظهر احفظهم وبس كده تمام. الانجليزي بقى، وانا عاوزك تفصل دلوقتي بين الكيمياء والفيزياء، فنحط الانجليزي في النص. انا قلت لك ان شاء الله هياخد مننا يوم. هل انت هتراجع كل الكلمات وكل الجرامر بتاع 900,000 يونت؟ لا طبعا مش هتعمل كده. في فيديو بتاع القصه انا خليك تسمعه وبس، ما تعملش اي حاجه تاني، الفيديو ساعتين ثلاثه بس كده احنا خلصنا. نيجي بالنسبه للجرامر، انا هبعت لك بي دي اف كده 24 ورقه في كل الجرامر بتاع المنهج الملخص السريع اليوم، وبجد هو يمكن جاب معظم التفاصيل عن كل قاعده. ما تقعدش تراجع طبعا لكل التفاصيل دي يا راجل، ما تهزرش. يعني انت عاوز تقول ان جرامر المنهج كله هتلمه في 24 ورقه بس؟ ومش انا قلت لك ما تتكلمش يا عم؟ ده انا راجل بلم 7 مواد في ليالي الامتحان، مش عارف الم لك الجرامر كله في 24 ورقه؟ اسمع انت بس الكلام. بجد كده نكون احنا لمينا كل الجرامر. وانا بجد والله مش عايزك تقعد بقى تهري في الجرامر، لان انا عارف الجرامر كبير جدا جدا، في الاخر هو بيجي عليه شويه اسئله صغيرين اصلا، مش مثلا معظم الامتحان زي ما انت متخيل. معظم الامتحان بيبقى قطع وترجمه وسكيلز وحاجات انت اصلا ايه مش متخيلها. طب هل هنراجع كل الكلمات بتاع المنهج الكبير قوي ده؟ لا طبعا مش هنعمل كده. انا زي ما قلت لك انا عاوز نراجع بذكاء، وده كده هياخد مني وقت كبير جدا. انت بعد ما تخلص مراجعه الجرامر هخليك تدخل على الشوامل، ادخل يا عم على طول على الشوامل او النماذج الاسترشاديه وابدا حل فيهم، اي كلمه تقابلك فيهم احفظها. يعني هي دي الكلمات بجد هي المهمه، وفعلا اللي بيحط الامتحان بيركز على الكلمات دي، مش بيركز على 200,000 كلمه اللي عندك في المنهج. كده نكون رجعنا الانجليزي، ويمكن كمان والله ما خدش منك نص يوم مش يوم كامل. ندخل بقى على الفيزياء. الفيزياء 4 ابواب والحديث، انا عاوزك تبدا اول حاجه بالحديثه، بعدها مثلا قراءه الباب الاول. الباب الاول ده ما تفتحوش اصلا، انا هبعت لك 5 6 7 ورقات كده بص فيهم، انا كنت كاتب كل الكلام النظري اللي فيه والكام قانون وبس، خلاص الباب الاول كده خلص ما تفتحوش اصلا. دخلنا على الباب الثاني والثالث، بص كل القوانين انا عاوزك تجمعها. طب انت تجمعها وتكتب بنفسك؟ لا يا عم انا هبعتها لك برضه تاني، كل الحاجات دي هبعتها لك على التليجرام، فما تنساش ان انت تخش فيها، هسيب لك اللينك بتاعه في الكومنتات. فانت ايه كده قوانين الباب الثاني معاك والثالث وكل القوانين بتاع ايه الفيزياء عموما. بقى الخطوه الاهم، احنا كده جمعنا القوانين والحمد لله حافظينها وفاهمينها، نيجي بقى على الكلام النظري اللي هو غالبا مثلا بيبقى اكتر في الحديث. انا هخليك تعمل زي ما عملت كده في الباب الثالث في الكيمياء. بص انت تقرا دلوقتي ايه الحديثه سريعا سريعا، وانا زي ما قلت لك معاك يوم ونص ليها، يمكن ساعتين او 3 ساعات تكون انت اصلا خلصت الحديث. هتقرا كده كل صفحه، وبما ان كل كتب الفيزياء رغايه كتير جدا فانت تخلي كشكول جنبك كده، بعد ما تقرا كل صفحه ولا السطر ده مهم، السطر ده مهم ممكن يسالني فيه، يبقى انت كده خلصت الصفحه يمكن في صاله 4 سطور. الصفحه اللي بعدها الثانيه الثالثه الرابعه هتلاقي يا عم خدت منك مثلا 5 ساعات، ولكن 5 ساعات وانت الحمد لله كده خلاص ضامن تلت الامتحان اللي هو اصلا حديث. طب الباب الثاني والثالث والرابع اللي هم فاضلين، الباب الثاني فيه الاجهزه، فانت محتاج اي مصدر
تقارن بينهم، ممكن تقارن بينهم او تقراهم من الكتاب بتاع الشرح، لكن الفصل الثاني والثالث والرابع انا عاوزك تذاكرهم بقى بجد، لان الباب الثالث ده عليه كم كبير جدا من الامتحان، فانت ذاكرهم. كل باب يا عم هياخد منك بجد والله يمكن ساعتين بالكتير جدا، ذاكرهم كانك بتذاكرهم اول مره، هتلاقي نفسك بعد ما خلصت انت مجمع قوانينه ومذاكره، وبكده والله بجد تكون لميت كل حاجه. وبس يا صديقي بجد التزم بالخطه دي، وان شاء الله 4 ايام والله بجد اللي هيلتزم منكم هيلاقي فعلا ان هو الحمد لله لم المنهج كله. ولو كان عنده مشكله سواء في الحديثه او في العضويه انا قلت لك تلمها ازاي، محتاج ان انت تقعد تذاكر كل حرف فيها والكلام ده خالص. وده بجد هي المذاكره بذكاء مش بجهد، وهي دي فعلا اللي بتخليك بتعرف تحل، مش المذاكره اللي انت بتقعد على الكتاب كده بال20 ساعه وفي الاخر ما تعرفش تحل. فبالله عليك التزم بالخطه دي كده ال4 ايام، وان شاء الله ان شاء الله وانت عاوز تراجع تاني هتكون كده خلصت الماده. وبس اشوفكم في فيديو جديد، فالاهم دلوقتي بقى ان انت تعمل لايك وتشترك في القناه عشان الفيديو يوصل لغيرك، وان شاء الله كلكم تستفادوا. وما تنساش تفعل زر الجرس علشان الفيديو ان شاء الله بتاع عربي كده يجيلك الاشعار بتاعه. بس اشوفكم في فيديو جديد، سلام.